بعد تيقنها من الهزيمة أمام المغرب، الجزائر تنسحب من المنافسة على تنظيم كان 2025 وتقدم مبررات مضحكة. أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في تدوينة قام بنشرها قبل قليل على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد سحب رسميا ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس أفريقيا 2025 و2027. وبدا واضحا أن قرار الاتحاد الجزائري جاء بتعليمات من جنرالات قصر المرادية، خاصة بعد تأكدهم أن الخسارة أمام المغرب باتت محققة، وكذلك دعم المملكة للملف السنغالي لاحتضان كان 2027. وبالتالي حاولوا البحث عن مخرج يقيهم ذل الهزيمة، حيث لجؤوا إلى مبررات واهية ومضحكة للغاية لتبرير انسحابهم الذليل. وجاء في تدوينة بوق نظام العسكر حفيظ الدراجي قوله: كما كان منتظرا، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يخاطب الكاف رسميا ويعلن سحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس أفريقيا 2025 و2027 لأنه لم يعد من أولوياته، ويفضل التركيز على تنظيف البيت الكروي وإعادة بعث الكرة الجزائرية والسعي إلى الفوز بالألقاب القارية أينما نظمت. ويرتقب أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مكان إقامة نسختي كأس أفريقيا ل 2025 و2027 يوم غد الأربعاء خلال اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة، حيث تتنافس مجموعة من الدول على استضافة المسابقة القارية، وهي المغرب ونيجيريا وبنين في ملف مشترك، وذلك بعد سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا بسبب التأخر في أعمال بناء الملاعب. وكان دراغي قد نشر تدوينة أولى يوم أمس الأحد لمح من خلالها لقرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم في خطوة الهدف منها إعداد الرأي العام الداخلي لتلقي الصدمة